السلام عليكم وأهلا بكم من جديد في مطبخ شريفة كوزين. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم طبق عربي أندلسي طاهية المشتق من كلمة بقية. هذا الطبق كيجي جديد رائع، سبق نزلته على القناة ولكن كانت الصور وكذلك الصوت ماشي واضحين، طلبوا مني الأخوات عودة. إن شاء الله قبل ما نبدا كنطلب منكم تدعموا الأخت ديالنا نوى من الجزائر الشقيقة. هذه الأخت صاحبة قناة الأكلات الجزائرية، قناتها كبيرة ولكن للأسف تم يعني سرقتها. بصراحة ما عرفتش واش تسرقت لا أو اليوتيوب شدها. المهم كيف ما كان الحال هذا ظلم. كنتمنى نساندوها وندعموها كما دعمنا الأخوات المغربيات ياسر وكذلك أمال والأخت لطيفة فاطمة، وكنقولوا كاملين كلنا نوال ولا للظلم، لأن بصراحة حسينا كما قالوا بعض الأخوات هذا الشيء كيوقع غير للقنوات العربية. نمشيو دابا نشوف الوصفة، مشاهدة ممتعة حبيباتي. على بركة الله. هذه المكونات غنحتاجو كمية من الدجاج تقريبا. أنا عملت نصف دجاجة اللي نقيتها مزيان، يعني غسلتها مزيان، زودت لها الجلدة ديالها وكذلك قطعتها طريفات، يعني طريفات كبار. نحتاج كذلك فواكه البحر مشكلة، هذه عندي مجمدة، وكذلك عندي القمرون يعني الجمبة طرية، وكالامار مقطع دوائر حتى هو طري، 250 غرام جلبان، فلفل بالألوان قطعته إلى مربعات كما كتشوفوا، والبعض خليته يعني قطعته بشكل طولي، هذا كنخليه في الآخر تزيين. غنحتاجو كذلك واحد لترو حتى لترو ونص مرق. انا عملت مرق السمك اللي عملته من قشور كروفيت، ضفت لهم واحد فص من الثوم، واحد نص الجزرة، وكذلك ورق الرند. انا كان ما عنديش ورق الرند الطريع بس مجفف مطحون، خليتهم يطيبوا واحد 10 حتى 15 دقيقة، من بعد صفيتهم. غنحتاجو كذلك واحد بصلة كبيرة مقطعة إلى مربعات صغيرة، 3 فصوص الثوم، نص كيلو من الروز من نوع جيد، واحد معلقة كبيرة من الطماطم مصبرة، 4 الحبات طماطم يعني الطماطم اللي حيت الجلدة، وكذلك زريعة قطعتها مربعات صغيرة. بالنسبة للتوابل غنحتاجو الملح حسب الذوق، واحد معلقة صغيرة الابزار يعني فلفل اسود او ابيض، نستعمل الابيض. التوابل خاصة بباي يعني بايلا، الا ما كانتش موجودة نعوضوها بفلفل احمر غبرة يعني بابريكا. التوابل موجودة في الاسواق. نحتاج كذلك سكينجبير غبرة، زنجبيل غبرة، خرقوم، الكركم، الزعفران، الحور شعرة، وكذلك الأعشاب المنسمة حسب اللي عندنا في الدار. أنا عملت الزعتر وورقة سيدنا موسى وكذلك أزير يعني إكليل الجبل، 2 معالق كبار القزبر معدنوس مقطعين. كما كتشوفوا هنا هذه هي المقلة اللي خاصة بالطاهية. اللي ما عندوش يعمل يعني طنجرة عادية أو مقلة عادية. غنجيب المقلة غنعملها على النار، نضيف قليل من الزيت الزيتون او زيت نباتيه، كيبقى هذاك اختياري ولكن زيت الزيتون كيجي ألذ. غنضيف واحد البصله كبيره مقطعه مربعات صغيره، نخلي البصله تدبل شويش. غنضيف 3 فصوص الثوم نحكهم فوق البصل. من بعد غنجيب فلفل بالالوان اللي مقطع مربعات وكذلك اللي مقطع بشكل طولي، نخليهم حتى يتقلاو شويه. نضيف التوابل اللي سبق لي ذكرتها وكذلك الاعشاب المنسمه. غنضيف كذلك واحد مربع الزعفران الموجود في الاسواق، الا ما كانش عندنا نعملو الزعفران الصناعي اللي كيعمل منبقدش نستعملو، ومع طهيه خاصها ضروري داك اللون الاصفر. عملت هذا المربع. نضيفو كذلك سكينجبير وكركم يعني خرقوم. نضيف قليل من الماء باش ما تحرقناش التوابل. نخلط مكونات مع بعضها مزيان ونخليها تقلى شويه. من بعد غنجيب واحد فرشيطه ونحيد ديك يعني الفلفل اللي مقطع بشكل طولي، هذا نخليه في الاخر تزيين. نضيف طريف الدجاج، نخليها تقلى مزيان
ويمكن نضيف كذلك الطماطم. انا ما درتهاش، غنخليها حتى من بعد حيت هي دغيا كدوب. وغنضيف دابا داك بازيلا يعني الجلبان، نضيف قزبر والمعدنوس تقريبا واحد 2 معالق، وغنخلي شويش للتزيين. نضيف المرق، الا كانت طنجة صغيرة نضيفوه على يعني نضيفو على دفعات. انا عندي هذه كبيرة، درت تقريبا واحد يترو حتى يترو ونص. نضيف الطماطم يعني توماطيش، نخلي مكونات طيب بعد ما نغطيها. غنجيب المقلة أخرى غنضيف عليها شوية د الزيت، غنضيف عليها الروز اللي غسلته مزيان، كذلك غنضيف شوية د الملاح ومربع الزعفران، يمكن نستعملو كذلك الزعفران الاصطناعي. نخلطو المكونات مع بعضها مزيان ونخليه يتقلى بلا ما يتغير اللون ديالو. كما كتشوفو هنا الروز ديالنا تقلى، مخصناش كما قلت يتحمر، يعني يبقى في اللون ديالو. غنضيفو على المقلة د الباهية، من بعد نضيف فواكه البحر المشكلة اللي عندي أنا مجمدة، فيها ميخا يعني محار وكذلك كالامار وجامبا منقية. من بعد غنضيف معلقة كبيرة د صلصة طماطم مركزة، نخلط المكونات مع بعضها. نجيب ورق الطبخ كذلك الألمنيوم، نغطي المقلة ونخليها طيب على نار تكون مهيلة. بعد ما الروز طاب يعني والمقلة بقى فيها غير شوية د المرق، غنجيب عصير نص ليمونة بعد ما نصفيه، نضيفو على الباهية ونخلط المكونات مع بعضها مزيان. وليت عاملة شوية طرا يعني غير باش تجي في المنظر ديالها مزيونة. غنجيب الجامبا يعني الكروفيت اللي خليت باش نزين بها الطبق. غنضيف كذلك داك الفلفل اللي سبق لي قليته في الأول، فلفل بالألوان مقطع إلى يعني بشكل طولي حتى هو نزوق به الطبق. غنغطي المقلة ديالنا في الأخير ونخليها على النار كما كانت في الأول يعني مهيلة، غير واحد 5 دقايق. جاتني بزاف الأسئلة على بعض الأخوات كيقولوا واش يمكن نعملو باهية في طنجة الدق يعني كوكوط. بصراحة أنا مكيعجبنيش ديك يعني كل طبق عندو الطريقة ديالو الطهي ديالو، أما ديك باهية في طنجرة ولا في هذا صراحة مكاينش، مكتجيش لذيذة بحال ملي كنعملوها بالطريقة ديالها التقليدية. نطفيو النار على الطاهية بعد ما نحيدو لنا داك ورق الطبخ وكذلك ورق الألمنيوم، ندخلوه للفرن اللي نكونو سخناه، نخليوه في الفرن واحد 5 دقايق. الطبق كتخلي الحبيبات د الباهية يعني د الروز كتجي يعني كل حبة بوحدها، وكيجي الطبق رائع، لأن إلا جا الروز مع الجن الباهية مكتجيش مزيونة. كما كتشوفوا الطبق زينته بالليمون وكذلك عفوا بالقزبر والمعدنوس مقطعين. هاد الطبق كيجي ناجح لذيذ، غير تبعوا الخطوات ان شاء الله غتنجح معكم الوصفه. الى عجبتكم الحلقه اليوم ما تنساوش دعموا لي اعجاب، وكذلك ما تنساوش تنشروا الوصفه مع الصديقات ديالكم في الصفحه ديالكم، وكذلك كنتمنى منكم تزيدوا في الدعم ديالكم لي، لان كل ما شجعتوني ودعمتوني غنزيد نعطي اكثر. وكذلك كنقول للاخوات اللي عاد اكتشفوا القناه ديالي ما تنساوش حبيباتي تسجلوا فيها، وكذلك ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش تعملوا تفاعل وتوصلوا بكل جديد.
إلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة وحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.